هغسلها كويس بالميه وكميه قليله جدا من الصابون، وبعدين انشفها كويس قوي على النار، احطها على النار لحد ما تنشف تماما او بالمناديل الورقيه، وبعد كده تدهني الطاسه من بره ومن جوه بكميه من زيت عباد الشمس، وتسيبيها على النار لحد ما لونها يتغير تماما. وافضل طريقه لعمل طبقه الحمايه هي التحمير او القلي. نسمع يا جماعه الكلام كويس للناس اللي واخده الحاجات دي، عشان طريقه استخدامها اللي هحافظ لك عليها طول العمر ان شاء الله. طب طريقه العنايه نستخدمها ازاي ونهتم يعني نغسلها ازاي؟ تغسل بماء وكميه قليله من الصابون، وبعدين تنشفيها كويس بعد الاستخدام وتدهنيها بحته زيت، تمام؟ وتدهنيها بايه؟ بحته زيت، اي حته قطنه بشويه زيت او بايدك او بفرشه سيليكون، ودهنيها بزيت واركنيها، هتفضل ما شاء الله اللهم بارك زي ما هي، لان الزيت بيعمل طبقه عازله ما بينها وما بين الهواء، فبالتالي اللهم بارك بتفضل زي ما هي زي الفل. تمام؟ بس كده ده كده. طب الوق دي مقاس كام؟ مقاس كام؟ او مكتوب على الايد هقول لكم. وعلى فكره الايد بتاعتها عازله للحراره تماما، تمام؟ الايد عازله للحراره تماما. انا بس عايزه ايه، مش فاكره هو الراجل وراني القياس فين، بس عامه هي دي مقاس 18 ماشي، وفي منها 14 وفي منها 16، دي مقاس 18 حلوه جدا 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 اللهم بارك. وفي منها القمر دي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، دي مقاس 30 تحفه يا جماعه بقى للزيت والقليه بقى وما تقلقيش، ودي عازله للحراره تبارك الرحمن اللهم بارك، وبرده نفس الاستخدام ونفس الموضوع. بس شوفوا بقى الفرق في الملات. عايزه اقول لكم يعني شايفين المل ده في منه نفس النوع ده، بس الفكره ان دي مدهونه طبقه تeflon، لكن دي مش مدهونه اي حاجه، دي واخده طبقه تeflon، دي مش مدهونه اي حاجه، دي الملي بتاعها اكتر، دي حديد 100%، دي حديد 100%، 1% اللي هو الكربون. تمام؟ يعني عايزه اقول لكم تخيلوا ان دي تحسيها اتقل من دي، والاتنين تحفه، الاتنين ما شاء الله اللهم بارك. ودي ما شاء الله غويطه تحمري فيها براحتك وهتاخد كميه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يكرمني ان شاء الله، وانا باذن الله نفسي باذن الله اجيب لي واحده الحجم ده، لان انا كان نفسي فيها من بدري ونفسي، بس هجيبها ان شاء الله باذنك يا رب ان اراد ربنا سبحانه وتعالى. حابه اجيبها النوع ده، فادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا ويوسع عليا كده من واسع فضله واجيب الواحده. وربنا يا رب يبارك لاصحابهم يا رب، ويملاها لهم بركه ويتهنوا بيه.